بعض المرات كنبغيو نديرو فيها واعرين، كنبداو نعاونوا الناس ونعطيوهم وقتنا وجهدنا وصحتنا وحتى فلوسنا، ولكن حتى كنساو راسنا. كاين فرق كبير ما بين انك تعاون الناس وما بين انك تضحي براسك على قبل الناس وانت تضيع. انا ما فهمتش هذا الفرق حتى فات الفوت. سميتي مريم وعندي 24 عام، كنعيش مع عائلتي في دار وحده، دار صغيره على قدنا وعلى قد جيبنا. بابا كان مريض وماما هي اللي كتصرف وكتخدم علينا، كتخدم في الديور. خويا صغير كان باقي كيقرا هذيك الساعه في الابتدائي، ومن صغري تعلمت حاجه وحده: مريم خاصها توقف على رجليها وتعاون دارهم. مريم هي العكاز ديال الدار، مريم هي الراجل اللي كيعولوا عليه في الدار. خديت الدبلوم ولقيت خديمه على قدي، ماشي كبيره ولكن كانت كافياني. اول شهر ملي شديت الصالير كانت عندي واحد الفرحه ما كتوصفش. عطيته كامل لماما، الصالير ديالي كله عطيته لماما. لو بنيتي غير خليه عندك، علاش عطيني الصالير ديالك كامل؟ كتفيقي بكري وتضربي فيه تماره وتعطيه ليا. لا ماما صافي خودي، انا هادشي كله كنديرو غير على قبلكم. اي والله رضي عليك يا بنتي. هاد الدعيوه من عند ماما كانت كتسودني وما فيها، اغلى من دوك الفلوس اللي عطيتها. نهار من مورا نهار وشهر من مورا شهر نفس الحاجه، انا كنخدم وهما كيصرفوا، انا كنخدم وهما كيقراو، لدرجه انني الا شريت شي حاجه لراسي كنحس بالذنب. ولات عندنا عاده الا قلت لا كنتسمى خايبه، وإلا شي شهر بغيت الصالير ديالي لراسي ما نسواش وكنفكر غير في راسي وما عنديش الضمير وما عنديش القلب وما كنحسش بخويا. حتى ولات حياتي كامله غير كنعطي، ما كناخذ والو. ما نكتبش عليكم، بديت كنحس براسي كنهار وكنطيح، ما بقاتش عندي الطاقه باش نخدم، لا ضحكه لا هضره. الو، فينك صاحبتي؟ فين هاد الغبور؟ الو وي ايمان، انا كنسمعك اختي. انا في الدار ما بقات عندي كاع لا نخرج لا والو. اويلي تبدلتي بزاف، فين الخروج ديالك ونضحكوا مع بعضياتنا؟ صاحبتي حتى الميساجات في الواتساب ما بقيتيش كتجاوبي عليهم. ايوا غير سمحي لي، هاد الايامات كندوز من شي مشاكل وشي ظروف قاصحين شويه. صاحبتي الله يهديك، المشاكل ما كيتسالاوش. خرجي شوفينا، حنايا مجموعين الا بغيتي تجي لعندنا في البلاصه المعلومه. صافي الا وليت شويه غنجي. يلا بسلامه. بسلامه. ضحكت معاها في المكالمه، ولكن من الداخل كان عندي واحد الحزن كبير. كان عندي جوج اختيارات: يا نبقى في الدار نكتئب، يا نخرج نشوف صحاباتي ونبدل الجو. وفضلت نبقى في الدار حيت ما عندي حتى درهم اللي نصرف، ما عندي حتى باش نشرب معاهم قهوه، علما على ان كلنا خدامين وانا خدمتي احسن منهم كاملين، ولكن هما كتبان عليهم وانا لا، حيت ما كنفكرش في راسي. حتى لواحد النهار مرضت وجاني اكتئاب صغير وبقيت موده وانا في الفراش. كنت كنتسنى غير شي واحد يجي عندي ويقول لي ارتاحي بلاش عليك من هاد الخدمه، ولكن لا، ماما جات لعندي وقالت لي باقا عيانه بنيتي ورا الثلاجه خوات، ما بقى عندنا من ناكلو. وشكون غادي يقضي هاد الشيء يا بنيتي؟ شكون؟ غير قولي لي. نوضي بنتي نوضي الله يرضي عليك، نوضي. خوك راه خاصو يقرا وباك خاصو الدواء، وانا راكي جلستيني من الخدمه، وكون بقيت خدامه كون راني كنعاونك. ودورت وجهها ومشات. هذاك النهار بديت كنحس بشي حاجه من الداخل ديالي تكسرات. جمعت راسي ونط من الفراش، لبست حوايجي، قديت شعري، درت مكياج خفيف، درت ريحه خفيفه وتقديت وشفت راسي في المرايه وقلت حتى انا انسانه، حتى انا باغا نعيش بحالي بحال البنات، حتى انا باغا تكون عندي شخصيتي ونكون انا ماشي اللي بغاو هما. مشيت خرجت لعندهم لقيتهم جالسين في الصالون كيتفرجوا. حتى انا انسانه. كيفاش؟ اش كتقول هادي؟ اش كتقول؟ انا عييت، طحت مريضه في الفراش وحتى واحد مدها فيا، وبغيت نعيش حتى انا بحالي بحال البنات. انا خدامه احسن منهم ولكن هما كيبانوا احسن مني. كلشي سكت وكان باين عليهم في وجههم ما فهمونيش اشنو بغيت نقول، حيت ما عمرهم ما شافوني كنهضر على راسي. وهنا خديت واحد القرار صعيب ولكن ضروري ليا. انا غادي نعاونهم وغنبقى نصرف، ما عندي حتى شي مشكل، بالعكس دارنا هادوك، ولكن بحدود. غادي نعطي الصالير لماما وغنخلي منه جزء لراسي. وهاديك الساعات كانت اول مره غادي نشري ليا شي حاجه وما نحسش بالذنب. اليوم انا باقا كنعاون دارنا ولكن ما بقيتش كنضيع. تعلمت باللي اللي ما كيحطش راسو من الاولويات ديالو ما عمرو ما غيطفرو.
وغادي يبقى ضايع في وسط هاد الحياه اللي ما عندها نهايه. دابا نتوما سمعتوا قصتي، وإلا كنتو حتى نتوما كتعطيو بزاف قولوها ليا لتحت في لي كومونتير. واش نتوما كتفكروا في راسكم اولا كتفكروا في الغير؟ واش عمرك فكرتي تختار راسك؟